بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية والدينية. إن الله خلق الإنسان وجعل له حقوقا وعليه واجبات ومن واجباته الدفاع عن دينه وعن أرضه وله حقوقا ولا بد أن يعطيه حق الحياة بسلام. وكانت حياة شخص كحياة البشرية جمعاء، وقتلها كقتل الناس جميعا، كما قال تعالى في القرآن الكريم: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. وإننا كمؤتمر الإسلامي الديمقراطي ومؤسساته الدينية في شمال وشرق سوريا نستنكر ونشجب العمليات غير الإنسانية من الحكومة التركية التي لا تراعي المواثيق الدولية ولا قوانين الحرب ولا حياة البشر، فتقتل الأبرياء هنا وهناك ولا تراعي فيهم ذمة ولا خوف من الله. إنما قام به الجيش التركي من قصف بالسلاح المحرم دوليا على مقاتلي حركة حرية كردستان في مناطق الدفاع المشروع، هي جريمة نكراء ويندي لها جبين الإنسانية. والأمم دعاة السلام، والتي أدت إلى استشهاد 17 مقاتلا وشهيدا. ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية للوقوف في وجه الحكومة التركية ومنعها مما تقوم به بين الفينة والأخرى من هجمات عسكرية غير أخلاقية مستخدمة السلاح الكيماوي، وعلى المؤسسات الدينية العالمية إظهار موقفها من هذه الحرب القذرة التي تقوم بها تركيا، وتكون رادعة أخلاقية لوقف هذه الهجمات. عاشت الشعوب حرة، والمجد والخلود لأرواح الشهداء. مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال شرق سوريا 20/10/2022. والسلام عليكم ورحمة الله.